كيفاش تضمن 19.75 في التربيه الاسلاميه في الجهاوي. كمان دا ادبيه كلشي متفق انها خاصه الحفاظه، ولكن اللي كيصنع الفرق بين واحد جايب 15 والاخر 19.75 هي الطريقه اللي كتعامل بها مع الاسئله في الامتحان. غنحاول نعطيك بعض الطرق اللي غتاخذ بها نقطه كامله في السؤال. اغلبيه الاسئله كيكونوا كيبداو ببين او كيسولوك على الراي ديالك وكيتبعوها بعليل الجواب. في التعليل حاول ديما تستشهد بايه قرانيه او حديث نبوي واخا ما يطلبوش منك، وحاول تجنب القضيه ديال العوارض من غير الا حدد لك عدد، مثلا اذكر قيمتين اثرين الى اخره. وكل ما عززتي الجواب ديالك بايات واحاديث وصغتي الجواب بطريقتك الخاصه، كل ما كتخلي البروف يحط لك نقطه كامله. سوره يوسف حاول تواظب على الحفظ ديالها، وباش تبقى عاقل عليها كتصلي بها، ومن الاحسن تفرجوا في القصه ديالها باش تفهموا الاحداث. وضروري كيسولوك على قيمه وتستدل بها من سوره يوسف، ديجا حطاهم في بوست حفظهم كاملين، وإلا نسيتي عليهم ركز غير في الايه مزيان شوف شنو فهمتي، وغالبا كتكون القيمه مرادف ديال شي كلمه منها. وباقي بزاف طرق باش تضمن النقطه. الا بغيتوا الجزء الثاني خليوها ليا في التعاليق.